بسم الله الرحمن الرحيم. كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ دهب. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن حال باذن الله تعالى. يا ريت لو كنتوا اول مره تشوفوا القناه مالنا اضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا الجرس وعشان يوصلكم كل جديد، عشان بدعمكم هنكمل باذن الله تعالى. واي اراء واي كومنتات هننتظرها تحت الفيديو. مثل ما انتم شايفين اصحابي هنسوي وصفه مميزه، هو حلا سريع بدون فرن، سهل جدا، اقتصادي جدا. في 10 دقايق بيكون جاهز بإذن الله، وفي أقل نسبة دهون. وهو حلا الشعرية بدون فرن، للسهل الاقتصادي. ينفع غدا، ينفع ينفع عشاء، ينفع فطار مع حليب. يعني ينفع كحلا بسيط لضيوف الغفلة. وصفة سهلة وسريعة. أتمنى لكم فرجة ممتعة للفيديو. خلونا ننتقل للمقادير وطريقة التحضير. مقادير حلا الشعرية عندي حوالي، هنا أنا هعمل كمية لفرد واحد، يعني حوالي كوب أو كوب إلا ربع شعرية. وهذه طبعا احنا الوصفة الأصلية إن هذه بنحمرها في السمن أو في الزبدة، لكن احنا هناكل حاجة حلوة وبنفس الوقت هنقلل في الدهون بقدر المستطاع. فهذه الشعرية أنا كنت محمراها في الفرن بدون أي دهون. ممكن ترجعوا للفيديو في القناة وتشوفوا كيف سويناها. وعندي هنا السكر، هذا حوالي تقريبا نص كوب، وممكن تطعمه، ويعني من نص كوب بيوصل لكوب حسب حلا السكر. في سكر بيحلي وفي سكر ما بيحلي. هتطعموا المي وتشوفوا الطعم. طبعا هاخد معلقه كبيره زبده بس عشان اخد الطعم. انا مش هاخد الكميه هذه كلها، هاخد كميه معلقه واحده وفانيلا، و2 معلقه حليب جوز الهند بودر، او مش موجود ممكن تحطوا معلقتين جوز هند مبشور. لو ما بتحبوش جوز الهند اصلا مش هتضيف، هذه اضافه بسيطه يعني مش هتعمل حاجه. الحين هغلي حوالي كوب ونص ميه على النار، هضيف فيه السكر والشعريه وحليب جوز الهند البودر، وهحط معلقه الزبده، ونرجع نشوف الخطوه الثانيه مع بعض. والحين اصحابي انا حطيت كل المكونات، الشعريه والماء وحليب جوز الهند البودر والسكر والسمن، وهخليه يغلي بقوه لحد ما تبدا تتشرب مثل الرز، واهدي النار عليها خالص واسكر الغطا واخليها تستوي او تكمل نضج على نار هاديه. هخليها تغلي بقوه ل10 دقايق وبعدين هدي عليها النار، ونشوفكم قبل ما تخلص تسويه نرفعها نشوف شكلها هيكون كيف ان شاء الله. والحين اصحاب الشعريه خلاص اتشربت اهي كل الماء والسكر. هضيف الفانيلا واسكر واسيبها تهدى شويه يعني 5 دقائق، واشوفكم في التقديم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ورجعنا اصحابي بعد ما خلصنا حلا الشعريه وغرفناها مثل ما انتم شايفين، وزيناه بالفروته المسكره، او ما عندكيش فروته مسكره زبيب اللي هو العنب المجفف، او جوز هند، او اي نوع من انواع المكسرات. حلا سهل وسريع، حتى لو جالك ضيوف غفله سريعه تقدري تعملي حتى كفطار مع حليب، او حلا هو في حد ذاته، او عشاء. يعني حلا سهل وسريع وبدون فرن، وما خدش اي وقت، واقتصادي جدا. يا رب اليوم الفكره تكون عجبتكم والحلا عجبكم. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. كان معكم مطبخ دهب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.